لا زالت بعض المجتمعات عندنا للأسف الشديد تتعايب أنها تشتغل في صنعة معينة. بس لو كانت المصانع موجودة والثقافة نملكها كان يمكن يختلف الوضع. الثقافة تكتسب. صنعة في اليد أمان من الفقر، مهنة في اليد أمان من الفقر. يعني إيش اللي فيه أمان من الفقر؟ يعني غير كذا إلا ربك سبحانه وتعالى. أو صنع مهنة في اليد. أنا مؤمن في الصناعة، مؤمن في التطور، مؤمن في الجيل، مؤمن في إن إحنا يجب أن نفرض أنفسنا في هذا العالم من خلال أنفسنا، لأن الصناعة بتغير كل شيء موجود. فيه تكامل، لابد أن يكون بيننا تكامل. المزارع، الصانع، المنتج، المعلم، الأستاذ. هنا المجتمع محتاج لنا كلنا لنا حاجة. ما فيه مهنة ولا فيه وظيفة ولا فيه واحد خلق في هذه الدنيا عبث أو واحد زايد. ما عندنا حد زايد، ما في زيادة، كلنا محتاجين لبعض، كلنا مكملين لبعض. لا يمكن أن أعيش في حارة ما فيها مخبز، لا يمكن أعيش في حارة ما فيها بقالة، لا يمكن أعيش في حارة ما فيها محطة بنزين. فمعنات كلنا مكمل للآخر. ما في أحد اليوم لما يقولك توفرت الخدمات في الحي هذا ارتفعت أسعاره، ليش توفر؟ لأن في كل الصناعات وكل الخدمات وكل الأشكال، وإلا سعره بيكون في الحضيض. أبي ابني لي بيت شعر في الرملة، روح خذها ببلاش يا أخوي حتى وعيش لحالك.